انواع لاعبين الببجي. واللاعب الثاني الزوم فوبيا. الهلب هلب. هاشتاج الازعر. رجل الكرسي. دقيق الملاحظه. سكوب 8 معي سكوب 8 هذا خلاص عليهم انا. صالح. الدبدوب عاشق الدروب. عالجني. الموسيقار عاشق الاستقرار. مرحبا اصدقائنا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مبسوطين، ربي يسعدكم. بما انه لعبه الببجي انتشرت بشكل كبير بين الناس وصار عند الناس هوس وبعض الناس صاروا مدمنين على هذه اللعبه، فقررنا احنا سبح تيم نعمل فيديو عن هذه اللعبه. تلعب معي؟ شو العب معك؟ ببجي. العب معك ببجي عشان لما تموت تقول ساعدني وضلك تقول اللعبه زي كنت نقضيها ساعدني ساعدني ساعدني. مش شايف حالك لما تنزل من الباراشوت بتموت على السريع. شيخ انتوا يا ناس انتوا مليتوا البلد من هيك لعب. وطبعا زي ما شفتوا هذه عينه من انواع لاعبين الببجي اللي عندهم هوس في هذه اللعبه، وتابعوا الحلقه لتشوفوا بقيه انواع لاعبين الببجي ويلا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. انواع لاعبين الببجي. النوع الاول ابو نجيب الكحته. يا جماعه الخير، هذا اول ما بنزل على المدينه بخليش بيت الا بفوت وباخذ القطعه اللي فيه، حتى لو كان معه افضل سلاح ومعاه كل اشي، حتى الشنطه ما بتسع تاخذ مثلا قطعه ثانيه الا بتحسه بده ياخذ البلاط وبده ياخذ السجاد، حتى فرشه في الغرفه له خاطر ياخذها ويسحبها معاه. هذا هو ابو نجيب الكحته. واللاعب الثاني الزوم فوبيا، هذا عنده مرض، عنده حساسيه من حاجه اسمها زوم. على طول بخاف اول ما يجي الزوم بقول شباب شباب يلا يا جماعه راح يقفل الزوم. المصيبه وين؟ بنكون احنا في وسط الاشتباكات، تمام؟ بيطلع بموت. الزوم قرب يا شباب، شباب الزوم قرب بلاش يا رجل والله على غير الموت هلقيت الهلب هلب. هذا نوع من اللاعبين ما في داعي نشرحه، بس راح نحكي شوي عنه. طبعا هذا بكون دم محامي فايت على اللعبه بس بده يطخ ويقاتل من غير تكتيك، بروح بتقدم بطخوا عليه بالصوب ساعدوني ساعدوني، بنروح بنساعده، بيرجع كمان مره يا ريت بتعلم، بروح بتقدم وبنطخ وبرضه بيرجع بيقول ساعدوني ساعدوني. هاي وظيفته طول اللعبه، بضل المشكله لاخر اللعبه يا ريت يموت. اخر اللعبه بكون احنا متابعين تيم معين
او تكتيك معين، كنا لابدين من القناصه هو مبين، بالصوب بصير بده ايانا نعالجه على الحارق في المكان. عالجني عالجني بسرعة، عالجني صالح عالجني. بسرعة بسرعة عالجني، بدي اموت، عالجني عالجني بسرعة. بدي دم بدي دم. تمام. عالجني يا راجل، عالجني. الغبي اكس 10 هذا وقت ما يقفل الزوم ونتبطح كلنا على الارض ونكون جنب بعض بيطلق طلق بالخطا، بقول لك بالخطا، بيفضحنا، بيموتنا، بيكشف مكاننا وبنخسر، بس مش عارف احكي عن جد انه غبي. شباب الزوم قفل شباب. شباب ما ضلش الا أربعة بس؟ 4. خلينا نركز ولا واحد يطلق نار الا لما نشوف يلا خليكم. انت معك سكوت 8؟ معي سكوب طب 8. يلا خلاص اليوم انا معي ضد اكس. ما حدش يطلق نار، دير طيب. بالكم بلاش نحدد مكاننا. مين يطلق نار؟ بالغلط والله بالغلط. والله غير تموتنا بالغلط بالغلط. كشف مكاننا يمكن. والله كشف مكاننا. طيب يلا نغير يلا نغير. يلا نغير. يلا بسرعة بسرعة نغير مكاننا. شباب مش طايل الا واحد قناص، دير بالكم ما حدش يطلق نار زي المرة اللي فاتت. طيب ركز. الكل يركز، طايل واحد خلينا نفوز. كل واحد يمسك جهة. ايش في حد شافه؟ مبين والله شكله معاه سكوب 8 هذا بتخفف دار. والله شكله فوق العمارة يا شباب، شكله فوق العمارة. حدش يطلق نار، أهم شيء ما حدش يطلق نار. إيه مين طخ؟ والله بالغلط أيوة أنت بالغلط يا راجل، قلت تفضحنا، والله يصير علينا إطلاق نار. من وين هذا؟ في إطلاق نار يا شباب. ارجع ورا. راح وينه؟ هيا شفته. الدبدوب عاشق لدروب. هذا النوع من اللاعبين يا شباب بيحب إشي اسمه دروب، لدرجة إنه إحنا بنكون في بوشينكي والدروب نازل في الحاويات، بقول يا شباب غطوا علي بدي أروح أجيب الدروب. طبعا من أول ما بتحرك على الدروب بموت وبموتنا معاه. هذا الدبدوب عاشق لدروب. القناص.com ولسه عم ننزل من الطياره بيحكي يا شباب مين معاه سكوب 8 مين معاه سكوب 8. بتحس انه خريج المعهد العالي للقناصه، وبالاخير ضربه بيجي بالشجر كله. هي واحد معيش سكوب. مين معاه سكوب؟ هات سكوب 8. أنا معي سكوب. اعطيني اياه انا.
ولهين وبنكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، الجزء الاول من انواع لاعبين الببجي. ان شاء الله تكون الحلقه اعجبتكم. اذا اعجبتكم الحلقه ادعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تفعلوا الجرس مشان يصلكم كل شيء جديد، واكتبوا لنا بالتعليقات آراءكم في الحلقه. واذا بوصل هذا الفيديو الى 150 لايك في خلال اسبوع راح ننزل الجزء الثاني، وابعتوا الرابط هذا لاصدقائكم، لكل الناس اللي بتلعب ببجي. سلام.